تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية إلى الملعب الذي سيحتضن نهائي بطولة إفريقيا للمحليين الشان يوم السبت المقبل على الساعة 4 مساء، حيث سيواجه المنتخب المغربي للمحليين نظيره منتخب مدغشقر في قمة كروية واعدة تعد بالكثير من الإثارة والتشويق. المنتخب المغربي بلغ المباراة النهائية بعد فوز مثير في نصف النهائي على منتخب السنغال بركلات الترجيح، في لقاء أبان فيه أسود الأطلس عن روح قتالية عالية ورغبة قوية في الحفاظ على مكانتهم كأحد أبرز المنتخبات الإفريقية في فئة المحليين المرشحة للفوز باللقب. من جهته يدخل منتخب مدغشقر النهائي بطموح كبير في كتابة التاريخ وتحقيق إنجاز غير مسبوق بعدما قدم مستويات مميزة طوال البطولة، ويعول على حماسه وقوة عناصره لخلق المفاجأة أمام المنتخب المغربي الذي يملك خبرة واسعة في مثل هذه المواعيد. المباراة لا تعد مجرد نهائي، بل مواجهة بين الطموح والخبرة، بين منتخب مغربي يسعى لتأكيد هيمنته وسيطرته على الساحة الإفريقية، ومنتخب مدغشقر الذي يطمح لصناعة إنجاز استثنائي يخلد اسمه في تاريخ كرة القدم الإفريقية. الجماهير المغربية تترقب هذا الموعد الكروي بكل شغف وحماس، آملة أن ينجح أبناء المدرب سكيتيوي في اعتلاء منصة التتويج ورفع الكأس والبطولة في النهائي.